مد ايده عايز يخلع عينيها عشان ما تعرفش هو مين، او تعترف عليه وتقول هو ده الجاني، هو ده اللي ضربني، هو ده اللي اعتدى عليا. ايه الحكايه وايه الروايه؟ الحكايه النهارده عن طفله عمرها 14 سنه، شيماء. شيماء يتيمة الأب، مفيش مكان تعيش فيه، قاعدين في أوضة، في أوضة عند خالها. الأوضة حتى ما فيهاش نور، ما فيهاش أي حاجة، يا دوبك النور بتاع ربنا يروح الدنيا تضلم عليهم الأوضة. شيماء عايشة في الأوضة مع والدتها اللي هي بتنزل تشتغل في على قد حالها في البيت، هنا شوية تنظف هنا تعمل هنا، المهم بتجيب رزقها ورزق بنتها الاتنين. شيماء حبت ان هي تنزل وتشتغل وتساعد مامتها. شيماء مش متعلمة، ظروف المعيشة بتاعتها ما سمحت لهاش ان هي تتعلم او يبقى معاها شهادة او اي حاجة. شيماء بقالها شهر بتشتغل في مصنع قصاقيس كده، طفلة 14 سنة. رجعت من الشغل كانت جعانة، مامتها قالت لها يلا شطفي وظبطي نفسك، عم اغسل لك هدومك، وقبل ما اغسل لك هدومك روحي هاتي كيس اريال. نزلت شيماء تجيب الكيس اريال في المكان اللي هي فيه او في الحتة اللي هي فيها، هي مساكن ورا ارض زراعية. نزلت شيماء عشان تجيب كيس الاريال، مفيش عواميد نور، مفيش اي حاجة، الدنيا ضلمة. إذ فجأة يهجم عليها ذئب بشري. ذئب بشري ياخدها ويضربها ويعتدى عليها وكمان يغتصبها، ومش بس كده يهددها بالقتل. ازاي ده حصل؟ البنت بتحكي ان هو كان بيحاول يخلع عينيها عشان ما تشهدش عليه. هيقله ان هو لو خلع عينيها مش هتشوفه ومش هتقول هو. وكمان ايه الغريبة؟ ان هو جارهم. الشخص ده اللي شيماء بتقول عليه كافر، يعني البنت بتقول ده كافر وعايزة حقها منه، جارهم. بتحكي شيماء وبتقول ان هي دايما بتلعب مع صحباتها في الشارع عندهم، وكان على طول بيجي محمد كده ماشي بيشرب سجاير وبيشرب كمان مخدرات وحاجات من دي، وكان بيمشي مسطول، فكانوا البنات بيخافوا منه وبيمشوا ويسيبوه. البنت بتحكي وبتتكلم ان هو ضربها وبهدلها وكان بيشلها عينيها، وفجأة كده بتصوت، معرفتش تصوت ليه؟ لانه كان حاطط صوابعه كلها في زورها جوه عشان ما تطلعش او ما تطلعش صوت او تصوت. يعني ايه يخرب بيت كده، يعني مش عارفه اقول ايه انا مش عارفه اتكلم واقول ايه بجد. ايه ده اللي انا قاعده اسمعه؟ يعني بسمع البنت وهي بتتكلم بجد قلبي وجعني وقلبي اتقطع. يعني ايه ده؟ محدش نجدها خالص، الدنيا ضلمه، نازل فيها ضرب، نازل فيها خلع عينين، لولا ان واحد عدى وسمع الصوت قال انت بتعمل ايه يا واد انت وهو. ما فكرش ان هي بنت، هو فكر ان ولدين في حاجه في الزراعي ولا كده. خاف الولد وطلع جرى وهددها، قال لها لو اتكلمتي انا مش هسيبك وهقتلك وهددها. البنت راحت بيتها زحف، زحف من كتر الضرب. وصلت لبيتها بتزحف على الارض، على الارض من كتر اللي حصل لها ومن كتر ما عمل فيها. يعني البنت بتزحف. قابلتها اختها، في ايه مالك؟ قالت لها محمد ضربني. طلعت خدتها اختها سندتها وطلعت لمامتها، في ايه مالك يا شيماء؟ ايه اللي جرالك وايه اللي حصل ده؟ قالت لها محمد عمل فيا واحد اتنين تلاتة. طبعا الام قعدت تصوت وانهارت طبعا. يعني ظروف الحياة صعبة والدنيا جاية شوية عليهم، تيجي انت كمان تحط يعني عليهم كمان وتصعب الدنيا كمان عليهم. حاجة بجد صعبة جدا. خدت الأم بنتها وطلعت على الاسم، عملت محضر ومشكورين. في ساعتها الجهات الأمنية قدرت ان هي تمسك الولد وتجيبه، والبنت اتعرفت عليه. وفي حاجة كمان بقى هنا، البنت فقدت عين من عيونها،
ما بقتش شايفة بيها تما كده. البنت مش شايفة بعينيها خالص، عين البنت راحت، في عين راحت للبنت. البنت بتحكي وبتتكلم وتقول ان في محاميين تواصلوا معاها، لكن مفيش حد نفذ ان هو يتولى القضية يعني على طول كده، او يمضي ان هو تولى القضية. هي عايزة محامي كويس يقف جنبها، عايزة حد يجيب لها حقها. البنت بتحكي قد ايه ان هي عادت خايفة تنزل الشارع، بتقف تتفرج على صحباتها البنات، تقول لك انا ما عدتش زي صحباتي البنات، ما عدتش زيهم. بتقف تتفرج عليهم وبتعيط، خايفة. تقول لك انا خايفة، خايفة من كلام الناس، خايفة من اللي بيجرى، خايفة من اللي هيتقال، خايفة من حاجات كتير، لا تتضرب تاني، لا كذا لا كذا. طفل 14 سنة تتعرض لكل ده. يعني مش بس حياة اجتماعية صعبة، لا، ده انت دمرت حياتها، ده انت دمرت حياة العيلة بجد. البنت عايزة مأوى ليها تسكن فيه، هي ومامتها واختها، عايزة حياة كريمة، عايزة تعيش حياة كريمة. البنت زي ما قلت لكم مش شرقية بالبيس، آه، مش عارفة اقول ايه، غير ان يعني ربنا معاها ويقويها، وان شاء الله وان شاء الله العدالة هتاخد لها حقها، وان شاء الله زي ما هي نفسها ان هو يجيله اعدام، ان شاء الله ان شاء الله قانوننا قوي، وقانوننا قادر يجيب لنا حقنا. القضاء العالي عندنا قادر يجيب حق البنت ديت، لان البنت دي يعني مظلومة باللي حصل لها ده واللي جرى لها ده. واحنا عنا بنسمع حاجات صعبة، عنا بنسمع حاجات صعبة. خافوا على اولادكم. مش عارفة ايه اللي بيجرى ده، نسمع مدارس، نسمع بيحصل كذا كذا في مدرسة كذا الدولية، خدوا الاطفال، خدوا مش عارفة ايه كام واحد اعتدى على الاطفال. لا دلوقتي مدرب الكورة اعتدى على الولد اللي بيتدرب. طب نعمل ايه يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ اب وبنته؟ لا، ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ ده اطفال، انتوا يعني بتعملوا، يعني انتوا مجردين من المشاعر ومن الانسانيه ومن الاخلاق ومن كل حاجه. اطفال بتقتلوا اطفال كده وهم حيين حيين كده، قادرين ان انتوا تعملوا فيهم كده؟ يعني بجد يعني الموضوع صعب قوي قوي، ولازم يكون في عقوبات على الموضوع ده قاسية جدا، عشان ما نشوفش المهازل اللي احنا قلنا بنسمعها دي. احنا بنسمع حاجات الواحد عاد تعبان نفسيا من اللي بيسمعه بجد. حبايب قلبي، حلقتي كده خلاص خلصت. آه، بس عايزة كل حد ياخد باله من أولاده. بنتك ما تخرجش بالليل، برضك ابنك ما يخرجش بالليل. عينكوا عليهم اكتر. انا عارفة ان انتوا عينكوا عليهم، عليهم اكتر. الوقت اللي احنا فيه بقى بنسمع حاجات صعبة، خلتنا نخاف حتى على الكبار والصغيرين، على كله. ما تأمنيش لأي حد غريب قريب أي حاجة. يعني خدوا وعيكم على قد وعلى قدر المستطاع. خروج بالليل بلاش، ناس غريبة بلاش، خلوهم ما يخافوش، خلوهم ما يخافوش يجوا ويقولوا لكم كل حاجة. الثقة لما تديها لأولادكم هتقدروا تجيبوا حقهم بجد. يعني انا عجبني والد الشاب بتاع اللي هو المدرب اللي كان اعتدى على الاولاد. عجبني قوي والد الطفل ان هو قدر يستدرك المدرب ويعرف تفاصيل المشكلة. حبايب قلبي، في رعاية الله وحفظه كده، حلقتي خلاص انتهت. في رعاية الله، مع السلامة.